الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام ولا يزال يوالي على عباده مواسم الفضل والإنعام. أحمده سبحانه وأشكره في سائر الأزمان والأيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وأكرم قدوة وإمام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله، إن من عظيم نعم المولى سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الطائعين أن هيأ لهم أسباب الفوز بمرضاته والتزود من الخير والأعمال الصالحة، وذلك من خلال مواسم تكثر فيها الخيرات والبركات ويزداد العبد فيها قربا وطاعات. فقد روى الطبراني من حديث محمد بن مسلمة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. بلينك يومة إسلاما وفي نفسيتي في إسن اللي صدا ربي ما ربي كيسن صدا بلينك يا كانني ربي كننو قدي وان إسلمنا ربي نو قدي وان إيمانك أبات ربي نو قدي وان قد وان جبا ربي كنا إسلمنا نو كنن دفني سببان اتجال لإسات ملكوف نباي نبركاه وأنو اتين خير الرا سنكفنو دلقا ببريدا دلقا غاري خيون كون تركون رفو خيو كون دبرو أما اللي كبرا إسا دوبران أرقمو كقبرتشي سان إن ربي اتين دبلتو كدرجة اللي اتين الكافة ربين كن وابائنو كاهي ساعة الرب كاهي كالكني كقويا كجيان ساعة اللكايمو كل كيس وانو كاه ربين كن رسول ربي أكنا جاء نديس محمد بن مسلمة كطبران أديس إمام الألبان حسن جلين كيستي إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات. ربين كيسن سبحانه وتعالى جأن قويا وقال لكاهم كأومك نكيسا كنا قباجا حفور وهي رحمة وهي التجراي فتعرضوا لها رحمة ربي كنا ربي كيسني سنيف لبا قلا ودلقا دبدا خير هجين خير دبتون رحمة سني كنا ربي سني لبا قلا جأن لعل أحدكم أن تصيبه منها نفعه إنك جيلما تكون كي سيود لغا غاري دلغي وان بدو دبتي كنا ربي كنا سنر رحمني وهي ستر فيتي لا يشقى بعدها أبدا رحمة سنبودا كغغغني جلني ستن أرقم نجأن. ومن هذه المواسم التي ينتظرها المؤمن خير علم آدم مؤمن إيغا ترسن الرّا كإن اتياد الرّا جاء شعبانا جاء هيتون وأما كيس جركنا جاء بريدا جاء غاري جاء ور قرآن ربي قرأوا ور قرآن ربي مراجعة قلوك إرد الديبئون جاء إسا كيسا دلقار ربي عالما بيرة وقع ديمتو جاء رمضاناتيف إسا كيسا قبايا جاء سن كيسا جر جاء شعبانا ويان لكوف سفني أرأى كدني وهنجن دقدم مفان أرأى إن دخول شهر شعبان له موسم عظيم جين شعبانا نمر قيون كبج قدا والقيا جبا أيان بريدا إن تلنا إلا الله رسول ربي مالجئك نكيس دلقني جتشر لالو دمنا. روى الإمام أحمد والنسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله
يا إرجما ربي جري قافد جرى أسامان لم أرك تصوم شهرا من الشهور أنس أرجني كصوم تجئوت جئوت الراته وان جاء شعبانا صوم جئ بران صومت مالي جري قافد يا قال ذلك شهر يغفل الناس عنه جاء شعبانا ججون جاء نمني إرّا قفل جأن جاء كبجال لما إدو جيرا قرنا الرجب جيرا جاء أفر الرب حرام قد كيسا توكو قرنا رمضان جيرا جاء نمني مرنو تقا قدال لنديرا دبرتين صومو إدو كان لمن كيستي أرغما أكجين كن قفلان دبر صوم جأنين وهو شهر ترفع فيه الأعمال جاء دلقان الفورم تجد الربي عالماتي فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم دلقانتي يا ربي برها جيت جالت دجأنها لأن صومنك أبون صوم جيتون وجير أكتا نمني برانا مران أرجو يا ربي عالماتات ملي كناف نبيك النرت واني أرجو صحابا دنديانيف إن باي إساني كناف إرّا بيكو دنديان عباد الله هناك الحوافز للاهتمام بشهر شعبان وباي واحد دجر والنجي شعبانات ياده جاء شعبانا كنا جاء برات أدك أبني لالوت واننا مكاسو باي إيدا سنرى تقفان أكام حديث كيست رسول لجدن جاء نمني باي نسا كيس خير الرادغمو جاء دلغت يا إسا كيس ودلغت نمني إسا كيس وغرغرتا إسا كيس وولتك أبتا جاء رمضانا كأسديم ور خير إسا كيس ودلغت كنتكو فإن الناس يهتمون بشهر رمضان لما فيه من الفضائل لم نجي رمضاناتي قبايا صدرك إسا كيس جرا جاء رجبا درين كبجا در ربي إسا كيس كاين فأراد أن يبين لهم فضيلة شهر شعبان رسول لجئني شيطان لجئ مكبجاك أبو ججو أرقسي صوفي مؤمن توني ور إيمانك أبن أكا كنا متي أكن ور اتجر كنامي قفلا أفر رادبسا جاء كان كيس صوم جاء كان كيس صدقة جاء كان كيس صلاة دور صلاة مؤمن يونم برا الدنيا قفلوا إني أمو طاعا يرو إساء إجارا فالمؤمن له شأن آخر وإذا نام الناس تفرد بالقيام مؤمن جيجون يونم نشاقلم يونم نياتا شاقلم إني صوما شاقلم يونم نهربا شاقلم إني صوم إني هربا مسلاة شاقلم قيدا مؤمنا أكنا حديثا جرس الدين رب جالت كيستك أبا ذر الغفار نوديسي فسن النساء صحيحا أكنج الرسول ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله لمسده رب جالتا سدي رب جبجان جر سدي رب كن جالتو تقنم تجا أمة برد في ربي جداوان أكنا ناقود آجدي أمة قافت جان في رمان غافن فول ربي تنغافته ناكن جديتي إن دوغتي أمني كن ستن كن نجانينتي فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا جركن كيسا نمني تكو أدبهيتي رويسان كنف جان نمكنا إني كنا ربي ملين بيكو نمتجا إني كنف سماليك نمني بران قبن قبني جان إجيتي لال وان نمني الرقفل وان نمني دلقي ربي جالة نمني كن وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم أما اللي أمتها الكنكرا ديما بلني جأن ديمني ويتهربني وان الدنيا كان قباجر قيالا مرا أولدت إسان التمئايو نزلوا بؤني ويابتني فوضعوا رؤوسهم متال فكاية نجا فقام أحدهم يتملقني ويبتلو آياتي تقجر كيسا كإن شلقتي نكرتي آياتي يقرأي قرآن قرأيتي هل كان دابتا بليا إن اللي ويتجركني غفلا إبادا دلق إبادا نمكن اللي إجيتني سكيس جيرو ويتنمني غفلا دلق الرأي ورجل كان في سرية تقام اللينما
ورانا ديميا فلقوا العدو فهزموهم دين والغين الدين دين نجركنا إنجي فتجأن والرجهادا ديمو كنا فأقبل بصدره حتى يقتل نمني كن دويد اتنكنني قم إساء اتكني هاga نفسين إسا كيسا باتوتيا كن اللي كسدفا مالي جيتن دلقا إسا وان نمني إرا قفل إرا إني خيري كيست دلقا تجركنا سدين ربهن جالة جأن ماري كناف جيني شعبانا جاء نمني كيس قفلو جاء نمني رمضان اتقوبايو نمني جاء كان كيس صلاة كصوم قطاع دلقتي ثواب قبدا قبجت الرسول إبسا. وأما الحافز الثاني للاهتمام بشهر شعبان لأنه ميقات سنوي للف الأعمال إلى رب العالمين وأننا مككاس. أما الليل مفان جاء شعبانا كان كيس دلقا قارتي جايس كيسا دلقا وقا كترباني كجيا كالقلقلا غنماتي متي وجين نمني حجتي كوقا قباسني ربي بردي مجيئا كان كيسا أدي سريف قراني كيستي فهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين جايس كيسا دلقا ربي عالما قباسني ديمو آلا أنسو من قبون دلقانتي يا ربي بردي هاديم تججو بربادك رسول جأنسا فالأعمال الصالحة ترفع إلى الله دلقان برين ربي برديمتي كرا ربي ألفون أمتي كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه جج بريدا قر ربي تتي الكرة دلقان برين ربي تألفون أمتيا بلينك يومة إسلاما دلقان ببرين بفسدهين ربي برديمتي كرسول ربي نوهما توقو دلقا هلكني كقويا دلقا درا ربي قباسني كنما صلاة صبحيتي في صلاة عصريتي ربي برديما. أديس إمام مسلم وديس أبو موسى الأشعري قال قام فيما النبي صلى الله عليه وسلم رسول نكيس الآبة جاء واشنين فقال إن الله عز وجل لا ينام رب سبحانه وتعالى إن رفجأ ولا ينبغي له أن ينام رفل أمل إساتمت ربك إن نمليا يخفض القسط ويرفعه ميزان الكاس قبوسا دلقان هلكني دلقا قويا درق دلقان قويا دلقا هركني درا إسا بردي مجأن كن دلقا هلكني قويا تقباسا قدما لما فان هجي نمني تربان كيس دلقي ويا ويتتاتي في ويا خميس الرب برديمتي تن اللي حديث إمام مسلم أديس أبا هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس دلقان قبا فما عدد قويا ويتتا كمساتيا رب كنن أرارما نما شركين دليني أكسم أما اللي نما إدو إساتي في إدو أبوليس إساتي والأبين جيرو والأوديتين جيرو يوتاتي ملي جركنا لماني ديسا جدن دلقان إساني أولين بهني هاقا أرار لقرموتي. صدفان الرفع السنوي في شهر شعبان قباسا وقاتي قباسني وقا جاء أما كيس جيرو جاء شعبانا كنبير ربي ديمتي حديث أما قراني كابا موسى الأشعري وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين جيس كيس قباسني وقا ربي عالما برديميا كان جاني الرسول صوم فلة واني صوم فلتنيف قامنا ما الدميسا صومني كوني بفبريدا قاعم الرئيس كيستي والقيا جيتشوفي إبادة اتففل إبادة برا أف كيسان قباتو وصو قرآن قرأني يرو تك قرأ مدي فما صلاة اللي ذكر اللين عبادا صوما مو إبادة اتفف جتشوف رسول لجعكنا كيس بائنا صوما دبر سنيا. وأما الحافز الثالث للاهتمام بشهر شعبان لأنه شهر تقع فيه مغفرة الله لأهل الأرض وأن دلقا بريدة نمك كاسا جاءه توكنا كيسا جيني كوني جاء أرارم ربي اللي كيسا نما أرقم الرأي أديسا ابن ماجه أوديسي كإمام حاكم اللي أوديسي
عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يطلع في ليلة النصف من شعبان رب كن ملتيا بلتي كدني شنفا كتي جاء شعبان جاء هيتو كان ملتيتي فيغفر لجميع خلقه والرؤوم مرافو أرارما إلا لمشرك أو مشاحن نما رب التشركي في نما والجبا والوانيون إدو إساني جريوتات مليا فإذا غفر الله للعبد في شهر شعبان يا ربنا ما أرارم جاء شعبانا كيسا أرارمني ربنا ما أرارم سني جاء رمضان كيسا نما ملتي طاعا نما لافا صلاة اللافا قرآن قرأ اللافا مزيدت ديم الصلاة اللافا إيقا رمضان نبه اللي إبادان رمضان كيس دلغن اتففو نفعتو نما لافا جاء رمضان نمني ربي جاء شعبانا كيس إيسا أرارمي بفبريدا بفقار سمنا جبآن جاء رمضان سمتيا أرارمني ربي رحمني ربي إذني ربي تنما فأرقمنان إبادان كلين مرت تلافا والنجين شعبانا جاء برات الرفلة ميف إيسا كان فآف عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.